صنع لاعبو المنتخب الوطني الحدث لدى التحاقهم بمدينة تورينو الإيطالية تحسباً لانطلاق التربص التحضيري الذي يندرج ضمن برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026. شاهد معنا التفاصيل. وقبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. باشر نجوم المنتخب الوطني منذ عشية اليوم الاثنين تسجيل وصولهم إلى إيطاليا من أجل الالتحاق بالتربص الإعدادي الذي سيشهد خوض مواجهتين وديتين أمام كل من منتخب غواتيمالا ومنتخب الأوروغواي في اختبارين مهمين لقياس جاهزية التشكيلة الوطنية. وكان أول الملتحقين بالتربص الثلاثي أشرف عبادة وبالعيد وبولبين الذين توجهوا رفقة مختلف الأطقم الفنية والإدارية والطبية إلى إيطاليا على متن رحلة جوية خاصة. وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في استقبالهم بمقر إقامة المعسكر، ثم توالى حضور بقية اللاعبين وعلى رأسهم الكابتن رياض محرز ورامي بن سبعيني وماندي وغيرهم، إضافة للاعبين الجدد الذين يكتشفون الأجواء داخل المنتخب لأول مرة. وبدا من الصور الأولى التجانس والانسجام الحاصل بين اللاعبين، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ مدة طويلة. وخاضت العناصر الوطنية أول حصة تدريبية مساء اليوم، والتي كانت مخصصة بالدرجة الأولى للاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في مباريات نهاية الأسبوع، قبل الشروع في العمل الجدي بداية من الغد بالدخول في صلب البرنامج المسطر. ويعول الطاقم الفني على هذا التربص لضبط آخر اللمسات الفنية والتكتيكية وبناء مجموعة متجانسة قادرة على رفع التحديات المقبلة وتشريف الألوان الوطنية في كأس العالم. في الختام، ما رأيكم في قائمة بيتكوفيتش وتحضيرات المنتخب الوطني؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.